يعني الحديث معك يعني مشوق للغاية. سنقفز من هذه الثنائيات للعودة مرة أخرى إلى بادية المهرية. ما الذي تمثله لك؟ بادية المهرية بتمثل لي الانتماء والهوية والجذر. أنا أخذت اسمي منها يعني فهمت. كل شيء يعني بالنسبة لي. طيب، بادية المهرية هي بادية يعني موجودة في شمال دارفور، وبادية قديمة من أقدم يعني في شمال دارفور، من أقدم البوادي في المنطقة. أصلا كانت في مزبد، منطقة اسمها مزبد قبل المهدية. الخليفة عبد الله التعايشي أصر إنه يرحل الناس. طبعا رحل الناس من دارفور، القبائل العربية من دارفور وكل القبائل، إنه يجيبهم المركز هنا الخرطوم عشان يحمي سلطته. فالمهرية رفضوا، فقام ضربهم في يوم واحد، قتل منهم 4000. يعني ما زالت مغابرهم موجودة في منطقة مزبد. فاضطروا إنه يا أخي يفروا. قال لهم حتى الناظر حسب الله قال لهم فروا، أنا بمشي للخليفة. وفي النهاية ساق معاه ناس ومشى مع الجهادية بتاع الخليفة، جاء استشهد في كرري هنا. فدي بادية تاريخها قديم جدا. بعد ذاك في زمن الانجليز مشينا منطقه اسمها غرير، اللي هي الان منطقه عاصمه الباديه بتاعت المهريه، اسمها دامره غرير. وعندنا في الزرق منطقه اسمها الزرق. عندنا في الصعيد اللي هو جمنياله بعد النزوح بتاع الجفاف عندنا باديه ام الغوره. وعندنا مجموعه من الناس هناك رحل قاعدين في جنوب دارفور. فالباديه حصل لها تشتت. التشتت ده سبب الحروب، الجفاف والتصحر بتاع الثمانينات. الناس نزحت يعني، مشوا الصعيد يحتكوا بقبائل تانية، دخلوا في حروبات ماتوا فيها ناس. لكن ما زالت البادية الرئيسية موجودة في شمال دارفور، من منطقة شمال كتم لغاية وادي هور لغاية حدود ليبيا. دي المنطقة بتاعت المهرية كلها يعني تاريخيا، دي مناطقهم اللي هم موجودين فيها. شرقنا به الميدوب، غربنا في الزغاوة. معانا احنا اولاد عمنا الثاني برضه يعني من القبائل الثانية الموجودة، المحاميد، اولاد راشد، آه العطيفات، هم مهرية يعني فرع من فروع المهرية. فالبادية دي بادية غنية جدا بالحكي، بالأساطير، يا بعشق الناقة، بالغنى، الدوبيت. يعني بادية غنية وما عندها